قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق. وأن النار حق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أسأل الله أن يثبتك وأن يبارك فيك. طيب، أنا أسجد سجدة شكر على توفيق الله عز وجل. ما هو دينك؟ أنا نصراني بتقولوا له أنتم، أنا بقول له مسيحي، أنتم بتقولوا نصراني. صراحة صار لي أكثر من يوم. نعم. ما هي كنيستك؟ أنا من الطائفة السريانية الصراحة، مسيحي سرياني من طائفة السريانيين، بيحكوا سرياني صح. الصراحة بتابعك من شي شهر. تحكي سرياني؟ نعم. الصراحة بعض شوي مش كتير. جدي بيحكي، أهلي القدام بيحكوا، بس أنا ما اختلطت كتير بالسرياني. يعني السرياني صعبة، ما أنا سهلة، فمعقد شوي، ما استوعبتها كتير يعني اللغة. يعني في بعض الكلمات تعرفها بالسرياني. لا بعرف سرياني، مش إنه ما بعرف بالمرة، بعرف، بس إنه ما بعرف كل شيء. يعني في عالم تحكي كيف أنا بحكي عربي كأن لهجتك لبنانية أنت، صح؟ لهجتك لبنانية صح؟ صح، أنا لبناني. صح. أنا أبي لبناني وعايش بلبنان. نعم. اللبنانيين حسب علم هارون. لا، بلبنان مخص في عندك الطائفة المارونية، وفي السريانية، وفي الكاثوليك، وفي الروم الكاثوليك عندك. يعني في كثير طوائف بلبنان، بس أنا بنحدر للطائفة السريانية يعني إجمالا. وبتابعك صار لي فترة، والله حبيت، يعني بحب نقاشك، وبحب كيف بتوضح الأمور للناس، فهيك حبيت أطلع معك. شوف إنه استفسر منك بشيء، ما بعرف إذا بتقدر تساعدني فيه. أهم شيء إنك انعجبت بالحوارات، أعجبت بالحوارات. لا الصراحة لك شغلي، أنا فت عن غير شيوخ، تم بلا ما يعني حكموا علي بلا ما يحكوا معي. عرفت علي كيف؟ يعني فكروني مثلا في ناس تطلع بتسب، في ناس تطلع بتشوه صورة الدين اللي هي جاية من خلفيته. أنا بالنسبة لي بحب كل الأديان، قريت بكل الأديان حتى بالقرآن الكريم، حبيت أطلع بس كبرت، مش إنه أنا خلقت هيك بدي ضلني هيك. فهمت شو قصدي؟ انه بالنهايه كنت عم ناقش مره شيخ، عم انه هو كتاب الله، قال لي انت شو بدك فيه، هذا مش كتابك، انت ما خصك فيه مثلا. قلت له نورني طيب يا شيخ، انه ساعدني خي، بركي يمكن انا غلطان، علمني خي. طيب، وانت يعني ايه، فهمت عليك. يعني انت اعجبت بحواراتي ام لا؟ بلا عجبت حواراتك. هلا بصراحه عم كون معك صريح، بعض الايام يعني كيف بدي اقول لك، مش ترجم الناس يعني، يلي بيقلل الاخلاق بتقلل الاخلاق معه، مش بطريقه محترمه كمان، مش انه تفهمني غلط. يعني اللي بيحاورك بطريقه منطقيه، طريقه حلوه، بتساعده. اذا اللي بيناقشك بطريقه مش منيحه بتنزله او ما بتحترمه. هذا اللي لاحظته انا. عرفت علي كيف؟ حبيت نظريتك اللي بتحكي فيها عن الاهرامات وعن اثبات وجود الخلق. هو انت ما اسمك اولا؟ نيبال. ايه، نيبال جمع النبل، يعني السهم، جمع السهم هو النبل في اللغة العربية. النيبال أو قوم النيبال يقولون. نعم. تمام. أولا، أنا في الحقيقة الذي يقلل أدبه عندي معه أسلوب خاص، بدون ما أقلل أدبي، لكن أخرج له كلمات من كتابه يظنها السامع أنها شتيمة، لكن هي في الحقيقة موجودة في الكتاب المقدس عندك يعني. صح. تفضل اطرح أسئلتك واطرح سؤالك. تفضل. أنا بس بدي أقول لك شغلة، بس تعرف الحوار شو كنت بس عفوا دقيقة بخصوص الكتاب المقدس الإنجيل. بصراحة أنا اطلعت عليه كله، قريت كل شيء. ما يمكن في أمور بحسها ناقصة، في أفكار ما بقتنع فيها بصراحة، أكون معك صريح.
عرفت؟ لهيك لجأت لأصحابي من الطائفة من السنية، نحكي صراحة فسروا لي بالقرآن الكريم آيات، مثلا مثل آيات أنا كنت أقراها ما أفهم شو معناتها، مثل سورة مريم، مثل كتير سورة، يعني مثل سورة مريم. عندك كتير أمور قريتها بس ما فهمت تفسيرها. بس اللي اتفقنا عليه انه موجود السيد المسيح النبي عيسى مذكور في القرآن الكريم، ومعترف انه حيرجع ينزل يوم القيامة، صح ولا لا؟ فسؤالي لإلك. هذا هو هذا هو نعم. سؤالك؟ لا، سؤالي هو لإلك، هل انا اذا بتبع السيد المسيح او النبي عيسى، هل انا بعتبره، عم بحكيك اذا بعتبره كنبي وليس كإله، كنبي، اوكي، نبي عادي مثل هالانبياء كلهم، وبنفس الوقت انا بعبد لربي، بآمن بربي، هل هيدا الشيء بيعتبر غلط؟ أنا سمعتك عم تحكي من يومين إنه يجب أن يكون الشخص بدين الإسلام حتى يدخل الجنة، صح؟ طيب، حين تنتهي أخبرني حتى أشرع في الإجابة. تفضل. طيب، أولا نعم، عيسى عليه السلام مذكور في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سينزل في آخر الزمان، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم يموت بعد ذلك ويصلي عليه المسلمون، وهذه من علامات آخر الزمان. نعم، ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لسؤالك، لو تذكرني ماذا كان سؤالك تحديدا؟ سألتك لو أنا، أغلب الناس إذا كنت بتفكر. عيسى. نعم نعم، نعم. تذكرت. سأل المتصل النصراني نيبال وقال: ماذا لو آمنت بعيسى كنبي فقط بدون ما أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس كافيا يا نيبال. عفوا شيخ، بس ما قلت ما بآمن بالرسول عليه السلام، أنا قلت باعتقاد الجميع، باعتقاد البعض إنه بيعتقدوا المسيح بيعتبروه هو الإله، صح؟ معي لهون بيعتبروه إنه هو الإله. أغلب الطوائف أنا نعم يعني نعم تؤمن أن المسيح إله. مزبوط صح، بس انا عم اقول لك من مرجعيتي انا من الطائفه السريانيه، اذا انت بتبحث عن السريانيه فهي من ادم الطوائف، ما رح نقول لك نحن الاساس ونحن كيف، يعني مثلا الطائفه الاسلاميه في من حضر منها 74 طائفه، ولكن الطائفه السنيه هي الاساس. ذات الشيء بالطوائف المسيحيه في طوائف. 73 مش 74. عفوا 73، عفوا 73. ولكن بالطائفة المسيحية عندك السريانية هي تعتبر من أقدم الطوائف، من أكثر الطوائف اللي يعني عندها طيب، إشي سجلات بالسرياني مش بالعربي، يعني في طوائف تمام سجلات تمام، بالسرياني. وصل سؤال. كما نقول يا نيبال: لا يمكن للإنسان أن يكون على الصواب وأن يدخل الجنة إلا إذا آمن واعتقد بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن لم يكن مسلما لن يكون من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني من يختار دينا غير الإسلام يكون في الآخرة من الخاسرين في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار. فمن لم يؤمن بالإسلام يكون من أهل النار. لا بد طبعا، جزء من الاعتقاد الإسلامي أن تعتقد أن عيسى عليه السلام نبيا ورسولا من عند الله عز وجل وليس إلها ولا ابن إله. هذا جزء من الاعتقاد الإسلامي، لكن هذا وحده لا يكفي. لا بد من الإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي عندي سؤال تاني. القرآن الكريم بيذكر انه الله لا شريك له، صح؟ الله وحده لا شريك نعم له. الله وحده لا شريك له. الله لا شريك له. نعم، أي في الإسلام أكيد. نعم صح.
طيب انا بدي اسالك، هل من نبي مثلا قدر مثلا عم نحكيك نحن عم نحكي كقصه انا شفتها بس كبرت على منطق، مش كأنا شو متعلم وشو راسخ بدماغي. عم بسالك، المسيح عليه السلام كان غير انه يشفي وغير كان انه يعمل معجزات، انت بتعرف اكيد ذكرت او سام بتعرف اكيد بتعرف شو عم بحكي. كان يخلق كان يمسك الطين فيخلق منه طيرا، صح؟ في سورة مريم، بإذن صح؟ الله. بإذن الله. ما بإذن بعرف إذا الله. بإذن الله صح، أكيد بإذن الله. ما بس هل هيدي طبعا القدرة ليش ما أعطاها المسيح؟ لماذا نعم. لماذا لم تذكرها؟ لماذا لم تذكرها؟ أكيد هي بإذن الله، عارفين هذا الشيء يعني مفروغ منه أكيد بإذن الله. بس لا، ما تقول لي سؤالي هو، ما دام مفروغ منه. لا، عفوا. ما دام مفروغ منه مفروض ذكرتها. انت وقفت أنا عند ما يخلق خلص الطين السؤال. هو هيئة. سؤالي هل أعطى دقيقة لو هذه سمحت. تفضل. دقيقة لو سمحت. يخلق من الطين كهيئة الطير ووقفت. لماذا لم تكمل بإذن الله وهي الأساسية والأهم؟ الصراحة شيخ أنا مش حافظها 100%، لهيك عم بقول لك، بس إنه عرفت قصدي أي آية. بعتذر منك، مش هيك يعني قصدي. يا سؤالي نبال، هو، سؤالي نبال، بس خليني أكفي لك، والله مش جاي أنعك بشيء، جاي عم بسألك. يعني أنت قرأت الآية كلها وجيت عند بإذن الله لم تقرأها وقلت لي مش حافظ الآية؟ سؤالي هو كان كفايته، هل أعطى هاي الميزة لحدا؟ هل أحد من الأنبياء أو من أحد المرسلين على الأرض اللي بشر باسم ربنا، هل أعطاه ربنا هذه الميزة؟ هل أبقى يعني هل أعطى ميزة الخلق لأي حدا من الأنبياء؟ هذا السؤال كمان. ماشي، تمام. أولا يا نبال، ليس شرطا إذا أجري معجزة على يد نبي من الأنبياء أن تتكرر هذه المعجزة عند جميع الأنبياء. على سبيل المثال، موسى عليه السلام انشق له البحر نصفان. هل انشق لغيره؟ لا. موسى عليه السلام كليم الله، هل لقب أحد من الأنبياء بهذا؟ لا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر، هل انشق لغيره؟ لا. تمام. داود سليمان عليه السلام تجري الريح رواسي مثلا. تمام. هل حصلت هذه المعجزة لغيره؟ الإجابة لا. فليس شرطا، هذا أول شيء، ليس شرطا إذا أحدثت معجزة لنبي من الأنبياء أن تتكرر هذه المعجزة مع كل نبي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم، يوجد غير عيسى عليه السلام أجريت على أيديهم معجزات الخلق، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام. عندك سيدنا إبراهيم عليه السلام في القصة المشهورة حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم عليه السلام خلق الطيور في هذه الآية، نعم، بس بإذن الله. عندك سيدنا موسى عليه السلام حول العصا من عصا إلى ثعبان، يعني جعل من العصا التي هي جماد جعل منها كائنا حيا وهو الثعبان، وهذا خلق، لكن كله بإذن الله. نعم، يعني يوجد غير عيسى عليه السلام. حتى في إحياء الموتى وفقا لكتابك يوجد غير عيسى عليه السلام أحيا الموتى بإذن الله، مثل حسقيال وأليشع وإيليا وبطرس الرسول. تمام. كل هؤلاء أحيوا الموتى بإذن الله في كتابك. الصراحة شيخ أنا اعتقادي الخاص، ما بعرف إذا هذا الشيء بضايق البعض، أنا باعتقادي إنه هو المعجزة بالدين المسيحي هو السيد المسيح النبي عيسى، وليس الإنجيل. يعني بالنهاية مش هو اللي كتب الإنجيل، مش هو اللي قال لك، مش هو اللي أنزله، بعكس سيدنا محمد هو اللي إجا عليه الوحي. عفوا، نعم. وين أين المعجزة بالضبط؟ ما فهمت يعني كيف معجزة ماذا بالضبط؟ يعني يعني هو لو سألتك الآن ما هو الدليل على أن كتابك من عند الله، ماذا ستعطيني من أدلة؟ ما قلت لك قلت لك أنا بآمن المعجزة بالدين المسيحي هو السيد المسيح فقط وليس الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس ليس وحيا؟ مش ليس وحيا، مش هو اللي كتبه. يعني قلت لك النبي عليه السلام هو نزل عليه الوحي. القرآن الكريم من وين اجى؟ مش النبي محمد عليه السلام هو اللي نزله، هو اللي اوحى له ربنا فيه. يا نبال، بغض النظر من الذي كتبه، هل الكتاب المقدس وحي ولا لا؟ هو وحي، وبنفس الوقت قصص صارت على زمن المسيح.
بس تمام. برجع بقول لك وحي. في قصص انا ما بحس انه ممكن مش كلها وحي، ما بيقولوا لك انه كانت الملائكه عم تعطيهم وحي، كانت الرسل اللي طيب معه ما عم تكتب، الدليل؟ وفي اشياء انكتبت بعد 200 سنه بعد ما مات. نضال. مزبوط. ايه. نضال، ما الدليل؟ ما الدليل أن الكتاب المقدس وحي من عند الله؟ قلت لك ما عندي دليل انا، بس عندي دليل انه السيد المسيح موجود. اكد لي القرآن الكريم، اكد لي وجود المسيح، انه حيرجع ينزل، ما مات، انه بعده موجود بالسماء، حيرجع ينزل ليصحح يعني أنت بذلك، أنت كشخص نصراني، أنت كشخص نصراني محتاج للإسلام إذا ليثبت عقيدتك. لولا الإسلام ما كنتش حتعرف أن المسيح موجود ولا مش موجود إذا، لأن كتابك لا يعتمد عليه من الناحية التاريخية. فلازم تشكروا المسلمين وتشكروا الإسلام، لأنه هو الذي أثبت لكم أن المسيح موجود. انا بشكر اكيد الدين انه عرفنا، اكدنا انه السيد المسيح موجود، وانه حيرجع ينزل كفى امور يمكن ما كانت موجوده، رجع كفاها زمن النبي، نزل وحي من ربنا او حاله باشياء جديده، مثل ما يعني صار بالكلمه مثل تمام. طيب ما هو سؤالك الآخر؟ الآن أجبنا على السؤال الأول، تفضل إذا عندك سؤال آخر. السؤال الاخير بس بدي اجيب هون، كنت مسجله على ورقه وبدي اقرا لك اياه ما نسيت. شكرا على وقتك، ثواني بس. ايه شيخ، سؤالي لك، هل انا بالفترة هذه كلها إذا أنا كنت مخطئ عم تقول فيها بديني، إذا أنا انتقلت على دين الإسلام، هل هيدا الشيء بيمحي لي كل شيء أخطاء عملتها قبل ولا لا بضلني فيها؟ نعم، إذا أسلمت فالإسلام يجب ما قبل. طيب بس أنا الإسلام يجب عفوا على ما قبل، السؤال، فبالتالي الإسلام حكينا إنه 73 طائفة، هي الطائفة الأصح هي المفروض تكون أنا بالطائفة السنية، مش هيك؟ لا، شوف، هو الحديث اللي بيقول 73 فرقة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا، استثناء، إلا ما كان عليه أنا وأصحابي. نفس الحديث أعطاك الحل، الحديث نفسه أعطاك الحل. قال لك إن لم، يعني 73 فرقة هذه كلها في النار، من المستثنى أنه ليس في النار؟ من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينجو. فأنت إذا كنت على هذا المنهج تنجو إن شاء الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت عليك، يعني حسب التفكير هي كمان، ما خص شو الطائفة اللي تكون فيها، المهم تفكيرك أنت تكون عم تمشي على تعليم الرسول يعني. تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهمت عليك. ما انا هذا الشيء اللي كنت بدك تساعدني فيه، لانه بشوف تناقضات حتى، يعني مع احترامي للكل، حتى بين الطوائف الاسلاميه مثلا. في كتير حوارات يعني ما بدنا نفوت فيها هلا كتير، بس يعني انه معلش، يعني فهمت بال، علي انت شو قصدك. يعني يعني طوائف، قصدك ماذا؟ قصدك الشيعة؟ يعني على الشيعة تحكي أنت؟ يعني مثلا اذا بدنا نحكي عن اخواننا الشيعة ولا عن اخواننا يا الدروز نبال، ولا عن اخواننا، في تخالف بيناتهم باختلاف لا لا يعني. لا لا، عفوا، لحظة عفوا. لحظة لحظة يعني لحظة هون تفضل. لحظة يا نبال، لحظة. أولا الدروز ليسوا على ملة الإسلام أصلا، ولا هم يقولون بذلك، يقولون بذلك نفاقا فقط، وأظهرنا ذلك من كتبهم. فهم لا يعتقدون أصلا بعقيدة الإسلام، يعتقدون بتقمص الأرواح وكذا. طيب عندك بالنسبة للروافض الشيعة، الواحد والله ما هو محتاج يقول إن هم على حق ولا على باطل، ترى أفعالهم. شيخنا الكريم، بس في عندي كلمة قبل ما انزل. شكرا أول شيء كتير على الوقت اللي أعطيتنا إياه. بعرف صار عندك مشاكل تقنية ما قدرنا نكفي كتير، بس كنت بتمنى منك جواب على آخر سؤال حكيناه قبل ما انزل والله مشاكل تقنية وأنا بنفسي أصلا متعب والله اليوم، لكن يعني والله مبين عليك بتعب اليوم. السؤال الأخير قبل ما يفصل عندك، قلت لك هل الحياة اللي أنا كنت عايش فيها قبل غفر لي هذه كلها؟ وهل هل المدة أنا مثلا لازم يكون كل حياتي هيك ولا لا؟ مش ضروري، المهم إنه أنا أكون اهتديت وخلص صرت بالدين الصح مثل ما عم تقول، مثل ما ذكرت يعني. تقصد حياتك التي كنت عليها قبل الحياة اعتناقك صح. للإسلام يعني. صح. بالنسبة لسؤالك يا أستاذ نيبال عن ماذا إذا أسلمت عن حياتك السابقة، الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الإسلام يجب ما قبله. بمعنى بدخولك للإسلام دخلت حياة جديدة، وسيبدل الله سيئاتك حسنات، إلا إذا كانت حقوق ناس فلا بد أن تعيد هذه الحقوق إلى أصحابها. فبالتالي بمجرد دخولك للإسلام فالإسلام يجب ما قبله وتغفر ذنوبك السابقة. ولذلك الصحابة الكرام أغلبهم كانوا ليسوا بمسلمين، كانوا مشركين، وعندما دخلوا الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، فلذلك غفرت ذنوبهم السابقة. فبدخولك للإسلام إن شاء الله، لما ييسر لك الله تدخل للإسلام إن شاء الله تعالى، فتطهر بإذن الله. تمام؟ بخصوص الصلاة وهذه بعدين مثلا ممكن مثلا لو تقدر تفيدني بالموضوع. قلت لك بعرف انت اكيد مضغوط، بس ما بدي اي حدا يعني ما اعطوني الصراحة، انا بكون معك صريح، كتير افكار وكتير امور، انت بتعرف شو عم بحكي يعني. بالنسبة لماذا؟ معلش عفوا، بالنسبة لماذا؟ يعني انا من نوع الناس لما بدي اعمل شغلة بحب اعملها صح، ما بحب اعملها لا والله كان في مثلا عرفت شو مثلا تشتري شيء لا كنت لازم تسأل. لا انا بسأل، اللي عم بسأل فترة طويلة مش يوم ويومين. وقلت لك الصراحة مش مجاملة يعني، عم تابعك من تحت، ما مش عم نقدر نحكي معك، بس بإذن الله يعني قدرنا هيك يحصلنا الشرف نطلع معك ونحكي معك وتقدر تفيدنا وتسمعنا وتساعدنا إن شاء الله. أكيد أكيد، ما أي شيء تحتاجه أنا أساعدك فيه إن شاء الله تعالى. أنت قل وأنا أساعدك إن شاء الله. يعني أنا أعلم أنه للدخول في الإسلام علينا ننطق الشهادتين، بس أنا مش هيدا الكافي بالنسبة لي، بدي أسلوب حياة كامل. يعني أنا هلأ ما عم شوف الخير يا شيخ في حياتي، مسكر البواب كلها، ما بقى عم حس إنه في يمكن هذا الموضوع بحس ممكن يساعدني كتير، مثل ما بقول الواحد يشوف الخير على هذا الموضوع كمان بهالتفكير اللي أنا عم فكر فيه. لا شوف، أولا يا نيبال، لا يصح أنك تقول أنا أريد أن أعتنق الإسلام من أجل أن تفتح لي أبواب الدنيا، أبواب رزق، أبواب عمل، أبواب كذا، لأن هكذا ينطبق عليك قوله تعالى: ومنهم من يعبد الله على حرف. يعني عبادته لله عز وجل مربوطة بالخيرات التي يتحصل عليها. إذا والله يتحصل على خيرات والعمل مستمر والأمور تمام التمام، فعندها يستمر في عبادة الله. وإذا ابتلي بلاء، هذا البلاء ممكن في الرزق، ممكن في الأولاد، ممكن في أي شيء، فيكفر بالله عز وجل. تمام؟ طيب، فبالتالي هذه الجزئية انتبه إليها. لابد أن يكون دخولك للإسلام خالصا لوجه الله تعالى، أنك بهدف الجنة، تريد الجنة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ستفتح عليك يعني أبواب كثيرة. ندعو الله عز وجل أن ييسر أمرك. تمام؟ فبالتالي لا ينبغي أن يكون إسلامك معلقا بموضوع مكسب دنيوي، لا، لابد أن يكون خالصا لوجهه الكريم، حتى يكون إيمانك بإذن الله تعالى يعني صحيحا سليما. عليك أنا عفوا يمكن فهمت مني غلط، أنا مش عم بحكي رزق المصاري، رزق. أنا أعتذر منك أنت، وكذلك أعتذر من المشاهدين. ربما ما اعتادوا علي يعني أني أجيب بهذه الطريقة، أنا أجيب يعني فوق طاقتي، ولعل كلامي غير مرتب، كلامي ربما يكون غير مقنع، ليس كما اعتادوا عليه الإخوة وكذا، لكن أنا فعلا يعني شوية لعل الإرهاق وكذا مؤدي إلى ذلك، فلذلك يعني أنا أعتذر منك أولا. أنا الصراحة بتابعك، قلت لك مش من يوم يومين، أكيد إنسان بيمرق بطاقة بيوم بيكون تعبان، يعني يعطيك العافية، أكيد عندك أمور كتير بنهارك، بس أنا كنت بقصد أكيد يعني تغيير الحياة من كل النواحي، مش قصدي مش عم شوف خير بقصد بالمادة بالمصاري، لا قصدي ممكن العالم اللي حواليه تتغير، يصير الجو اللي يعني عرفت كيف، امور جديده كلها اختبارات جديده بالحياه ما كنت بعرفها، يعني هيدا قصدي حياه جديده، مش بس انه اكيد كرمال الجنه بالنهايه. نحن الارض ما فينا نتمسك فيها، ما انت اللي بيتمسك بالماديات ما حدا حياخد معه شيء، نحن وجودنا بالنهايه لحتى باذن الله نكون من اهل الجنه باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله.
أنت بس تدخل للإسلام بإذن الله خالصا، يعني تعمل هذا الشيء خالصا لوجه الله تعالى، وبإذن الله بالتزامك بالإسلام. المهم أنت تكون ملتزما، ما عليك باللي جنبك. اللي جنبك إذا التزموا الحمد لله، إذا ما التزموا في يوم قيامة يحاسبون فيه. أهم شيء أنك أنت تغير نفسك، تنقذ نفسك أنت، لأنك أنت لما تدخل للإسلام إذا أنت تركت كفرا ودخلت إيمانا، فهمت علي؟ فلذلك بتركك لهذا الكفر ودخولك للإيمان هذا أمر عظيم جدا. الآن تركز في هذا الأمر بالدرجة الأولى، خلك من المجتمع ودعك من المجتمع ودعك من الذي حولك. المهم أنك أنت تحمد الله عز وجل أن يسر لك وفتح عليك هذا الباب بأنك تركت كفرا ودخلت إيمانا إن شاء الله. فهمت عليك. أنا كثير بتشكرك عن جد على كل شيء، وإن شاء الله بيوم تاني بتكون أنت مرتاح أكتر. أنا مرتاح، لا أنا أموري طيبة إن شاء الله. أنت الآن مقتنع بالإسلام أم لا؟ أنا قلت لك إلي فترة بتابعك، مقتنع بكلامك، بس قلت لك بتمنى إنه كمان تساعدني لبعدين، يعني مش إنه بس إنه أنتوا الشهادتين وخلص يعني صرت مسلم وبعدين مين يعني هون ما في يعني هون ضايع. أنا بالنسبة لي هون ضايع، ما في حدا هون يساعدني بهالموضوع، لهيك عم بحضرك كل يوم وبجرب إنه أطلع معك، كنت لا أحكي معك، وغير هيك ما عندي حل تاني يعني الصراحة، ولا غير هيك كل واحد بيعطيني شيء. لا إن شاء الله نحن حنوصلك تتواصل مع الأخ أبو سيف وهو يعطيك التليجرام تاعي أو الرقم بتاعي، ونكون على تواصل إن شاء الله. إذا احتجت أي شيء يعني تتواصل معي إن شاء الله تعالى. أكيد أنا بتشكرك، وتشوف الإجراء كله كيف يعني قلت لك، مش بس كحكي كفعل وعلى الأرض كيف يقدر هو أهم شيء إذا أنت مقتنع بالإسلام يا أستاذ نيبال، أن أول شيء تفعله نطق الشهادتين كإعلان رسمي للدخول للإسلام، بعد ذلك تبدأ في الالتزام به. لكن أهم شيء نطق الشهادتين. لماذا؟ لأن لا تدري الموت متى يأتي، ولا أحد يدري متى يأتيه الموت. الموت لا يستأذن أحدا، ولا يعرف كبيرا ولا صغيرا. فأن يأتيك الموت وأنت قد نطقت الشهادتين فهذا خير عظيم، وهذا هو العظيم فعلا. لكن لو جاءك الموت وأنت لست على ذلك، هنا تكون المصيبة والطامة الكبرى. عفوا أنا تعلمت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أين يعني أنا حافظ شوية بعض الآيات نسيتها، بس كبداية ممتازة يعني. عفوا أنا بعتذر أكيد، أنا بس يمكن كمان شوي متوتر شوي يعني هيك، في حضور وفي ناس يعني. ما في مشكلة. بس طيب أنت الآن يا أخي نيبال، أنت الآن مقتنع بالإسلام؟ إذا مقتنع خليني ألقنك الشهادتين، وبعد ذلك إن شاء الله تبدأ في الالتزام. أنا مقتنع أكيد، وقلت لك لي فترة زمنية فوق السنتين ونص تقريبا عم برجع لمراجع، حتى هون عند القرآن الكريم يمكن أنا ما بفهم أكيد نفسره، بس قلت لك حبيت إني أطلع على كل شيء، حتى في أمور حفظتها. عفوا يا نعم عفوا، أنت عندك صليب في البيت ولا ما عندك كان؟ عندي أنا عندي الصراحة، عندي إنجيل وعندي قرآن هون بالبيت. طيب وعندك الصليب ولا ما عندك؟ وين عندي بالبيت يعني؟ ايه بالبيت. صراحة ما عندي صليب، إذا بقول لك شيء يمكن ما تصدق. لا مثلا يعني أقصد عندك صليب بمعنى يعني سلسلة أو شيء أو كذا. صراحة بدي أقول لك شيء شيخ يمكن تنصدم. أنا من النوع يلي كنت بحب الإكسسوارات، يعني بلبس بإيدي برقبتي، بحب عرفت شو قصدي الإكسسوارات، يعني طوق أو رقب الإيد أو كذا. المهم فكل ما يجيب صليب كل ما يجيب صليب يوقع الصليب عن رقبتي مثلا، او اذا كان ازازي ينكسر، او اذا كان يعني انا معي شخصيا عم بحكيك، ما عم اقول لك العالم الباقي له 20 سنه برقبتهم، انا شخصيا هيك يصير معي. كل ما اجيب واحد جديد لو نوعيه ثقيل ومرتبه وغالي، يعني مش انه ما بسترخص بالغرض، ما بعرف لاقي تبقى السلسله ويضل بلا الصليب. انا كذا مره حتى اصحابي، يعني انا كتير معروف فكروني انا الصراحه بالطائفه السنيه، ما بيعرفوا من اسمي ومن هيدي من عائلتي، ما بيعرفوا شو ديني، اسمي ما بيدل على شو ديني انا.
عرفت؟ فلهيك اخر شيء ما بقى لبست ولا بقى حطيت، اذا كل ما بجي بده ينكسر خلص. يعني وانا اساسا هيدي امور مثل ما قلت من نحن وصغار هيك صرنا نعملها، ما كنت عارف انه ليش بيعملوا هيك. ما بحب، انا ما عندي تعصب على حدا بالنهايه. بالنهايه مثل ما بقول كل واحد انا بالنسبه لي، فمش بقول ذكر في القران الكريم فلا تهدي فان الله يهدي من يشاء. ما بحارب حدا على دينه، بس إنك بحب كون بالمحل الصح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب تردد خلفي الآن الشهادتين يا أخ نبال. جاهز شيخ، ثواني نجيب الهيد كمان يلا. طيب بارك الله فيك. جيب القرآن الشيخ ولا ما لازم يجيب القرآن حدي ولا ما لا دخل؟ لا لا لا، ليس لازم، ليس لازم. ألو. عفوا شوي متوتر شوي يعني الصراحة، لا لا، شوي وبشكر شوي. كلام جميل كمان بالكومنتات يعني. دعمكم بالكلام بكبر فيكم والله. بتمنى أكون أخ لكم ونكون كلنا أخوة بالنهاية يعني. تسلم، بارك الله فيك يا أخ نبال. طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أقول هيك يعني مع مدي ولا إيه لا ردد، نعم، إيه ردد خلفي، نعم. يلا يلا. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنا ما زم عفوا عم بقطش الصوت. وكلمته ألقاها. وكأنه ألقاها. وكلمته كلمته. ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمتها ألقاها منه وروح منه. ما فهمت عليك عفوا. شوي. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق. وأن النار حق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أسأل الله أن يثبتك وأن يبارك فيك. لي طلب بسيط إن أمكن. بشكركم كثير عن جد. أكيد تفضل يا شيخ. أنا بعض الإخوة كتبوا لي في التعليقات وأجلت هذا الأمر إلى أن ييسر لك الله عز وجل وتسلم، أنك أنت يعني ناشر منشورات سيئة عن السوريين أو شيء كهذا. السوريين؟ ما أدري، هكذا أخبروني أنك أنت كاتب في صفحتك هكذا. أنا ما دخلت. عفوا شيخ، أنا بدي أخبرك شيء. أنا نص سوري، أنا أمي سورية. ما أدري من ناحية والدتي. مش عارف يعني. أنت ناشر شيء؟ متأكد مش ناشر شيء على صفحتك؟ في عنده فيديوهين بالصفحة شفتهم له إساءة للرئيس أحمد الشرع الحالي، وفيديو تاني بيقول يعني أنا ما شفت أحمر من هيك شعب، وحاطين شخص براس حمار. هذه الله يبارك فيك، لو تتراجع عنها الله يبارك فيك. تمام يا أخي نبال؟ أكيد. أنا بتمنى ما حدا يحكم على شيء قديم سابق. أنا ممكن غير الصفحة كلها يعني. بتمنى دائما ما نحكم. هم بالعكس، هم طلبوا ذلك بكل لطف. حقيقة أكيد. أنا انتبه. والأخ اللي حكي أنا بقدر هلا بفتح لك كاميرا بفرجيك معي. أنا عندي 3 جنسيات، واحدة منهم الجنسية السورية. ما مش مضطر كذب يعني. ما شاء الله. لا احنا مش مكذبينك، لا بالعكس احنا مش مكذبينك. لا يعني ما يفكروا شيء، عرفت؟ اما بالنسبه لهذيك هي مزحه مش اكثر يعني. نحن ما في عندي شيء انا تعصب على لا حدا من اي بلد ولا بالدين ولا باي شيء. بالعكس هلا عم فكر بحالي كيف انا اظبط حياتي، وكل هالقصه اللي قطعت قبل تفاهه كيد. بارك الله فيك. طيب احكي هكذا باختصار يا اخي العزيز نيبال، انت شو اكثر شيء يعني اقنعك وخلاك تقرر انك انت تسلم؟ اكثر شيء يعني انه اول شيء قلت لك القرآن الكريم مثلا ذكر يعني. مثلا انا خلقت كمسيحي، ما كان في دين اسلامي على وقتنا، فانا تاكدت انه مزبوط الكلام يعني. مزبوط الانبياء قصتهم مزبوطه، في رب بالسماء، اكد القرآن الكريم على كل شيء. اكدنا انه حيرجع ينزل سيد المسيح، بس في اشياء بيقولوا انه تغيرت من قبل، انقالت او ما انقالت، تحرفت او ما تحرفت. انا ما بقدر اجزم، فلحتى ما اوعى بهالشك هيدا، عرفت؟
شو نعم. حيكون عندك أعظم كتاب أنزل من ربنا؟ يعني القرآن الكريم فيه كل شيء مزبوط، يعني كل شيء غير قابل للتحريف مثل ما بيقولوا. عرفت شو قصدي؟ نعم. ما انذكر يعني. وبالنهاية الرسالة اللي أنا لقيتها بالنسبة إلي، الرسالة كانت واحدة بين الأنبياء عم يهتفوا لربنا. عرفت؟ ما بدي اشغل بالي شو صار من 2000 سنة وليش هيدا عمل هيك. خلص بدي نحن، انت قلت لايحين اخرتنا اللي هي ممكن تكون قريبة، اللي ممكن علامات ظهور. العلامات الصغرى خلصت، انا العلامات الكبرى نحن باولها. يعني فهيدي الامور انا تابعتها ولقيت انه ما بقى في وقت اساسا الواحد انه يضله ماشي بالطريق يقعد عم نخترق على شو صار من زمان وقادر اكد. ما فيني اكد، بس بقدر اكد انه النبي برسالته عليه السلام قال لك شو؟ قال لك انه شو لازم تعمل وكيف لازم تعمل لحتى تكسب اخرتك. وهذا اللي عم جرب اعمله هلا. نعم. نعم. عرفت أسأل يعني. الله أن يبارك فيك يا أخي الحبيب نيبال، ونحن إن شاء الله معك ولن نتركك بإذن الله. تواصل مع الأخ أبو سيف، وهو إن شاء الله يعطيك رقمي بإذن الله، إذا احتاجت شيء تتواصل معي إن شاء الله تعالى. تمام؟ كون ممنونك، انا بعرف مضغوط، بس بتمنى ولو بالفترة الاولى تدلني صح لا شو لا، بدي أكيد اعمل، أكيد إن مثلا شاء بدي الله اصلي بإذن شو الله. بدي بس اعمل. الآن في شيء يا أخ نيبال، طبعا في نصارى آه، مثل الفئران مختبئون تحت، لا يصعدون للحوار ولا يجرؤون على الحوار. تمام؟ نعم. فهم ماذا يفعلون؟ هم الآن موجودين تحت. تعال نصراني، ترى كاشفك موجود تحت، عارفك موجود تحت. فماذا يفعل؟ يروح يدخل لك للخاص، ترى نعم هذا كذاب وهذا كذاب، وما يجرؤ انه يصعد ويحاورني. فهمت؟ فهم مختبئون تحت الهاتف، هم موجودين تحت الهاتف، شايفهم تحت. صح. تمام؟ هم فاكريني مش شايفهم يعني، لا انا شايفهم. تمام؟ فاغلق الخاص ولا ترد على احد في الخاص، واذا بتحب تغير ما هذا في. الحساب يكون افضل. انا والله يا شيخنا الكريم، ما بتاثر بس بالناس السلبيه. بالنهايه كل واحد له رايه، انا رايي لا ما حدا اقصد جبرني يعني هم تابع. حيحاولوا يستغلوك وكذا، فلذلك وحيوجعوا لك راسك اصلا بالرسائل والمسبات والشتائم وكذا. مش مشكله، اللي بده يسب بيمثل حاله، يا بيمثل حاله، ما يا حبيبنا بيمثل. نيبال، حبيبنا نيبال، اكيد. برضو يعني غير كده بيرسلوا لك شبهات كاذبة. فيعني حتى لو انت ليه ما يطلع هو يحاور الشيخ ويجيب هذه الشبهات الكاذبة اذا يا فعلا ريت. يرى لا لا، انا انه عم بحكي هلا الاسلام في يعني 6000 شخص على اللايف. الشيخ زين مش من اليوم فت لعنده صدفه حبيت فوت لعنده. انا انسان بشوف بتابع مقاطعه وبحضر اللايف تبعه لو ما عم بقدر اطلع احكي معه. بس اكيد قلت لك، حكيت جمله ما بعرف اذا بالاول انتبهتوا لها. الزلمه محترم مع المحترم، وبيقدر يكون ما رح نقول طريقه بشعه، بس بيحط حدود للشخص اللي بيجرب يغلط معه. انسان قد حاله بغض النظر هو شيخ، بس بالنهايه ما فيه يضله شيخ اذا انسان الا الاحترام معه. لا بالنهايه لا، بيتعامل انا لما واحد يقلل ادبه اتنازل عنها المشيخه. اكيد اكيد. فبالنهايه ما بتمنى ما حدا يرسل لي شيء عن الزلمه، بكتر خيره اللي عم يجرب يساعدني. انا الزلمه مقتنع فيه، حبيته، وزلمه مبين عليه ادمي. استقبلني قدام 6000 شخص، غيره عنده 10 مفكر حاله، عفوا بالكلمه. يعني ما بدي احكي كلمه غلط عن الناس، ما بدي احكي عن الناس شيء غلط، بس بكفي اخلاقه. استقبلني وعلمني، ما نزلني طلع هني وسبني وقال لي انت مخطئ، انت كافر، انت على النار، يلا نقلع، مثل ما غيره ممكن يعمل معنا. فبفهم الناس اللي بتيجي لعندك بتكون مضغوطة من هودي الشيوخة. عرفت؟ هودي الشيوخة ايه معكم حق يمكن تنضغطوا، بس مش كل اصابعكم مثل بعض. الشيخ زين مش عم بيغلط مع حدا، ولا جابر حدا يفوت لعنده على اللايف. ما بظن دافع لحدا مصاري يفوت لعنده يحضره. فبتمنى عدم الإساءة للشيخ ولا أي حدا من الأخوة الأفاضل هون. انا اشكرك جدا، وانا سعيد جدا بدخولك معنا ودخولك للاسلام ايضا يا اخ نبال، واهلا وسهلا بك، واسال الله ان يحفظك وان يجزيك خير الجزاء. ان شاء الله نتواصل على الخاص باذن الله تعالى. بارك الله فيك، اسال الله ان يثبتك. طيب انا اسجد سجدة شكر على توفيق الله عز وجل.